مرحبا بك في الغرفة 13. إلا كنتي أول مرة غتدخل عندي ما تنساش تشارك في القناة، ومن الأحسن دير الكيت وجلس في شي بلاصة كالم باش تركز معايا في القصة اللي غنعاود لك. قصتنا اليوم على رهوط عيشة، وقبل ما نبدا القصة خليوني نوضح لكم باللي عيشة أنواع. كاينة عيشة قنديشة وهذه هي اللي معروفة بزاف، كاينة عيشة الحمدوشية، عيشة البحرية، عيشة الضغوغية، وزيد وزيد. وحنا اليوم غنحكيو على القصة ديال نورة مع عيشة الربالة. نورة غتعاود لينا كيفاش سكناتها عيشة الربالة، وشنو هي الروينة اللي دارت لها في حياتها، والمهم في القصة كيفاش قدرت تجري عليها وتشافى منها. ودابا بسم الله نبداو. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قصتي مع عيشة الربالة بدات ملي كنت بنت صغيرة، كانت عندي شي 10 سنين ولا 11 عام بحال هكاك. كنت بنيته مهدنة داخله سوق راسي، وكنت زوينه شبهت الماما في الزين. واخا كنت صغيره كنت بحال شي مكانه، نعس في الوقت، اللعب بالوقت، والقرايه بالوقت، وبلا ما نشكر راسي كنت ديما الاولى ديال القسم ديالي. خوالاتي وعماتي كانوا ديما كيشكروني وكيقولوا لماما مصاب كنخرج ولادنا بحال نوره، صلع النبي عليها، طالعه مربيه، هادو هما الولاد وهادو هما الترابي. ماما ديما كانت كتقول لي ابنتي ما تبقاش تقولي النقط ديالك، وخصوصا لمرت عمك، وفين ما تلقاك في الزنقه ديري راسك مريضه. هاد مرت عمي ما كانش علاقتها زوينه بماما، واخا عمرني عرفت علاش. وحتى عماتي ولا الله يرحمها ما كانوش كيبغيوها وما كانوش كيمشيو لدارها بزاف. هي كانت ساكنه غير في الحومه اللي حدانا، وعندها 2 بنات، وحده صغر مني والاخرى كبر مني بشي 6 شهور. عمي كان العكس ديالها تماما، كاع العائله كتحمق عليه، وكان كيجي عندنا بزاف، اكثريه الا كان شي ماتش كيجي يتفرج مع بابا في الدار. رمضان ديال واحد العام عرضنا عمي نفطروا عنده. ماما ما عجباش الحال حيت ما عندهاش بزاف مع مرته، وثانيا حيت غيكون ضروري عليها تعرضهم حتى هي، يعني خصها تجاملهم 2 مرات. لكن واخا هكاك وافقات باش ما تخسرش البابا خاطرو. مشينا فطرنا وتعشينا معاهم، وكانت هذيك الليله ديال 23 في رمضان. واحد الوقيته فاش كنا جالسين كنشربوا اتاي مجموعين، وهي تنقز مرت عمي وقالت لماما الليله ديال 27 ان شاء الله غتجي عندي النقاشه باش تحني لبناتي، صيفطي نورا حتى هي تونس ببنات عمها، ورا النقاشه يدها خفيفه غير سويعه وبنتك تكون عندك. جاوبها عمي وقال لها والله لا فكره زوينه، الا لا الخلاص ديال النقاشه والبيض ديالها على حسابي. ماما حشمات ما عرفت ما تقول، قلبها ما كانش باغي ولكن حشمت تقول لا. وفي الليله ديال 27 لبساتني ماما قفطاني ودارت لي حويلقاتي ودمليجي ديال الذهب وعطاتني لبابا يوصلني لدار عمي. دخلت للدار لقيت الحنايه كاينه وبنات عمي لابسين حتى هما، وواحد البخور زوين مطلوق. المهم حنات لينا النقاشه ب3 وشرباتنا مرت عمي الحليب والتمر، وشعلات لنا المجمر باش نشفو فوق منه الحنه. حاجه وحده اللي لاحظت هذيك الليله هي النقاشه ما حناتليش انا وبنات عمي من نفس الحنه، حنتهم كانت في زلافه وحنتي في زلافه اخرى. صافي فاش رجعت للدار حسيت براسي عيانه، والليل كامل وانا كنتقيا. ماما بقات تسولني اشنو كليتي يا بنتي؟ قلت لها والو، الحليب والتمر وشويه ديال الفقاص. فاش ما بغاش رداني يحبس وجاتني الحمى البارده وصفاريت وبديت نترعد، هزوني والديا المستعجلات، تما عرفوا عندي تسمم وغسلوا لي المعده ديالي. ماما بقات كتضرب في وجهها وكتقول لبابا والو، مرت خوك وتكلات لي بنتي، مرت خوك سحرات لي بنتي، والسحور ديال العواشر خايب. واخا هكاك ما قالوا والو لعمي ومرته، حيت ما عندهمش حتى شي دليل على هاد الهضره، وما بغاوش ينوضوا الصداع والبلباله على والو. داتني ماما من بعد عند واحد العواده، شرباتني الحنه والعشوب باش نرد الا واكله شي حاجه. ايوا من داك النهار بدات حياتي كتبدل شويه بشويه. مشى النظام والتاويل، وليت مرونه، وما حدي كنزيد نكبر وانا كنترون، واللي كيعرفني كيترون، واللي طاف بساحتي كيترون. وعاد عرفت بلا ديك الليله لبساتني عيشه الرباله. غتقولوا لي السحر ما كيكونش في رمضان حيت الشياطين كيكونوا مسلسلين. ايوا سيادي، السحر كيخصو 3 ايام باش يثبت، ولا الخدمه دارت ليله 27 من بعد 3 ايام كيصبح العيد،
وتما كيطلقوا الشياطين وكيديروا ديك الخدمه وكيتقنوها، حيت رمضان كامل هما محبوسين كيكونوا توحشوا الشر. داكشي علاش السحر ديال العواشر صعيب وخايب بزاف. بيتي عمرو ما كيتجمع، نعيا نجمع والو، ديما البلاكار مرون، الحوايج مقلوبين، شي فوق الناموسيه، شي فوق الكرسي، شي معلق مور الباب، الكتوبه مقلوبين، الصبابط مليوحين. والله القسم الا كندوز ساعات في الجميع ديال البيت وكيترون في 10 ديال الدقائق. صاكي الا حليتيه الدوخ عامر بالوراق والزبل ديال البيموات، المقابض ديال الشعر، المهم بحال لا طليتي على شي زباله. واخا نعيا ندير مجهود باش نلبس مزيان ونخرج مقاده والو، ديما خارجه مبهدله. واخا والديا ما كانوش مقصرين معايا في اللبس، ديما حالتي وشعري مشعكك وريحتي مصنه، حيت ما كنحملش الدوش، حيت ديما كيجيني البرد فيه واخا يكون الحال سخون. نقدر نبقى حتى 20 يوم بلا دوش. كنبغي زعما ندير مجهود لكن والو، بحال كنكب الماء في الرمله. ما بقاش فيا داك البياض وداك الزين اللي كان فيا، حتى شعري حراش وقلال. كنت كنشبه بزاف الماما حتى وليت بحال ماشي بنتها. ولا عزيز عليا نجلس بوحدي، والمشكل الا جلست في شي مجمع لابد ينوض الدباز والخصام، وحتى شي حد ما بقى يبغي يجلس معايا. هاد عيشه الرباله شفتها بعينيا، وخفات عليا واحد الليله وانا ما ناعسه ما فايقه. مرا سمره شعرها مشنتف وطالع في السما، وحوايجها مقطعين ومسخين، والكحول سايح تحت عينيها. على ما جيت نرمش ونتوقد لقيتها اختفات. بسببها تخطبت 4 ديال المرات وما كيكملش الله. الاول بلوكاني من بعد سيمانه ديال الخطبه لا ما يشرح لي علاش. ثاني قال لي مو مرتاحتش ليا. ثالث توفاه الله. والرابع ساليناها انا وياه بالدابيزه خايبه سبينا فيها الوالدين، والسبب كان تافه بزاف. حتى كتب لي واحد السيد تخطبنا وتزوجنا في سيمانه، حيت كنت خايفه توقع شي حاجه خايبه ويطير بحال اللي طاروا اللي قبل منه. المهم مشيت لداري وتما عيشه الرباله تحزمات لي مزيان. كنت نضل نشقى ونصيق ونحك حتى حاجه ما كتبان. بقدره قادر الدار كترون في 2 دقائق. ديما الماعن مجموعين والشبكه ديال التصبين عامره، الصبابط مشتين في الدار كامله، والحوايج مليوحين في كل بلاصه. وحالتي نعيا نتول فيها، ديما مشنتفه، ديما مبهدله، كيف الشعر، كيف اليدين، كيف الرجلين. داري سبحان الله واخا كبيره مقناطه بحال لا داخله للحبس. اللي جا عندي ما كيكمل حتى نهار ويهرب. قليل فين كان كيجي عندي شي حد يزورني ويبقى يبات. ونزيدكم علامه اخرى من فعايل عيشه الرباله، من غير الدار اللي ما كتجمعش. الروبينيات ديما خاسرين وديما كينقطوا بالماء، واخا يجي البلومبي ويبدل الروبيني ويقاد كل شيء، غير هو يمشي والماء يبدا ينقط. ومن غير الروبينيات البولات ضروري شي بوله ولا 2 يكونوا دائما محروقين، وغير نبدلوهم يتحرقوا واحد اخرين. راجلي بدا يتقلق وبدا يتشكى من الروينه والعشوائيه في الدار، وبدا يمل من الحاله والشكل ديالي، وقال لي بلا قدامي كانوا نحس عليه. ومن اللي تزوجنا انا وياه هو في المشاكل مع صحابه وفي الخدمه ومع دارهم، فاش قلبو مزيان وقال كاع داكشي اللي كان مخبيه. ثم انفجرت بالبكا وقلت له راه ماشي لخاطري، راني كنعيا نرتب ونقاد في راسي وفي الدار وحتى حاجه ما نفعت، راني كنجمعها من هنا وهي كتخسر من هنا. وهاد الروينه ما كايناش غير في الشكل ديالي وفي داري، راه كاينه في اي حاجه عندها علاقه بيا. حتى الناس كيهربوا مني، وهذا الشيء ماشي جديد، راه ملي كنت صغيره. قال لي والله كان يسحاب لي بلا الحياه معك غتكون هكا ما نزوج بيك. قلت له والله ما لخاطري، راه مديور لي سحر، والسحر ركباتني عليه عيشه الرباله، وانا ما كنتش باغيه نقولها لك باش ما نخلعكش وتسمح فيا. راني ما خليت حتى راقي ما مشيتش عنده والو، حتى حاجه ما نفعت معاها، غير ما كتزيد تبورد عليا. راجلي بقى ساكت وكيشوف فيا. انا خفت من سكاتو، قلت هذا غيقول لي جمعي حوايجك انتي وعيشه ديالك وسيري بحالك. لكن فاجئني وقال لي مسحي دموعك، كل حاجه عندها الحل. داز سيمانه ما دواش معايا كاع في الموضوع وبقى الحال على حاله. واحد الليله قال لي غدا ديري بحسابك غيجي عندنا واحد الضيف. قلت له شكون؟ قال لي غدا وتعرفي. داكشي اللي كان لا غد ليه حتى دخل راجلي ومعاه واحد السيد كبير في العمر، شعره ولحيته بويض. كيما دخلوا من الباب بقيت نترعد ونبكي بحال شي دريه صغيره. ما نقدرش نوصف لكم شحال خفت من داك السيد، واخا ما دار لي والو،
حدو دخل من الباب وجلس في الصالون. راجلي شدني من يدي قال لي غير اجي ما تخافيش، هاد السيد هو اللي غادي يعاونك على هاد الشيطانه، وهو اللي قال لي ما نعلمكش من قبل حيت تقدري تهربي ولا ديري شي حاجه ما مزياناش. دخلت للصالون وانا كنترعد والدموع بحال الشلال من عينيا. جلست حدا داك السيد، جاب راجلي يزار ورماه فوق مني وتما بدا يقرا عليا، وبقيت نترعد ونبكي ويدي ورجلي سخنوا بحال لا حطاهم فوق شي مجمر. فاش سالا من القرايه قال لي سمعي يا بنتي نقول لك، هادشي قاسك ملي كنتي صغيره وهو اللي مرول لك حياتك ومخسر علاقتك مع راجلك ومع الناس. دابا انا درت اللي نقدر عليه والباقي انتي غديريه. اول حاجه الصلاه في الوقت من الفجر حتى العشاء وجماعه في الدار انتي وراجلك. سوره البقره ما تطفاش، الدار تبقى ديما نقيه. قلت له سيدي راني كنعيا نقي ونقاد حتى كيطيحوا كتافي وكيجيني الشقه ثقيل على قلبي وكيبردو كتافي عليه. قال لي والو، الدار ترون وانتي تجمعي وخا يكون فيك الموت نوضي تجمعي، حيت هادشي اللي فيك ما عزيزش عليه النقا والنظام والريحه الطيبه. البخور ما يخطاش من الدار وانتي تكوني ديما لابسه مزيان وطاهره وريحتك طيبه وتدوش كل نهار وخا يكون فيك الموت. وهادشي اللي قلت لك على الاقل تستمري عليه شهرين، حيت هذه هي الطريقه الوحيده باش تهز قلوعها وتخرج منك ومن دارك نهائيا. قلت له سيدي هادشي راه صعيب عليا، راني سنين وانا كنحاول ما قدرتش نديرو. قال لي غير تهناي، راجلك غيدير اللازم، راني شرحت له شنو خاصو يدير باش يعاونك. ما فهمش شنو هو هاد العوين اللي غيعاونني راجلي، لكن من بعد يومين فهمت. النهار الاول درت داكشي اللي قال لي السيد، والنهار الثاني جاني كلشي ثقيل. الدار ما عرفت منين نبداها، الدوش جاني ثقيل، كلشي بان لي جبل. قال لي راجلي واشنو، شفتك كاع ما صليتي الصبح، ما دوشتي، ما درتي حتى حاجه. قلت له غير خليني غدا ان شاء الله ونبدا من الاول. وهو يجبد الصمته، سلخني مزيان وقال لي من اليوم كلشي بالعصا، الصلاه بالعصا، الدوش بالعصا، النقا بالعصا، وحتى العطر بالعصا. انا غنربيك ونربي هذيك اللي فيك. من تما واخا يكون فيا العيا ديال الدنيا والدين نوض وندير اللازم، حيت كنخاف من العصا ديالو. راه فاش كان كيشدني ما كيحنش فيا، والله القاسم الا شويه بشويه بدات حياتي كتبدل. داري ولات كتبقى مجموعه والمجهود اللي درته في الدار كيبان، حالتي والشكل ديالي بداو يتقادوا، الناس ولاو يبغيو يجلسوا عندي، حتى والديا بقاو يدوزوا معايا بالسيمانه والجوج. والهدوء والبركه دخلوا لداري ولحياتي، والفضل فهاد الشي كامل الله تعالى ولديك السيد اللي رقاني ولا راجلي. والاول مره كنحس بالمعنى ديال شي حد ضربك حيت كيبغيك. شكون كان يقول ان الحل ديال مشكلتي غيكون هو العصا؟ وانتوما شنو رايكم في هاد القصه؟ ما تبخلوش عليا بلايك ولا تعليق، ونشوفكم في فيديو الجاي. سلامه.